مراجعة العربي في ليلة الامتحان بكل فروعه، نصوص، قراءة، بلاغة، أدب، نحو، قصة، تعبير، كل الفروع بنظام معين كده وجدول معين. وكمان هعرفك بعض الملخصات اللي هتفيدك جدا في المادة دي، وكمان ترشيحات لفيديوهات مهمة الفترة ديت نسمعها. ولو عندك أي مشكلة في أي فرع من حيث ما تعرفش تحل قراءة، عندك مشكلة في البلاغة، النحو مكسر فيه، هعرفك هتعمل إيه بالظبط. تمام؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تضغط لايك، ولو ما اشتركتش اشترك في القناة وفعل زر الجرس دوت عشان يوصلك كل فيديوهات ليلة الامتحان وساعتها على طول، ما تتأخرش إنك تسمعها يعني. وعاوزين ورقة وقلم كده مع بعض عشان نقعد ندردش ونرتب خطتنا والجدول بتاعنا. فيلا بينا هنجيب كده ورقه وقلم. تمام. اول حاجه عشان نعمل جدول ونرتب كده احنا هنعمل ايه، هنكتب العربي الفروع كلها اللي عندنا وما تاثرش في فرع. يعني عايزك تكتبه كله بالتفاصيل. ازاي؟ احنا عندنا في العربي مثلا تقوم راح كاتب العربي عندنا قراءه، نصوص، بلاغه، ادب، نحو، قصه، تعبير، وكمان بلاغه، كل الفروع. اكتب كمان التعبير واكتب القصه واكتب الادب، كل الفروع كده مع بعض، عشان ده هدفنا ان احنا بعد ما نخلص مراجعتنا الفتره ديت كل الفروع ديت نكون حرفيا تمام فيها بيرفكت، مش عندنا اي غلطات، بنعرف نحل، حلنا كميه حلوه، راجعنا على النقط المهمه. تمام. انا هرتب لك كل فرع هنعمل ايه وكمان اللي هيفيدك كمان فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا فرعين، القراءه والنصوص في العربي. عايز اعرفك ان عندنا القراءه والنصوص حرفيا يعتبر جزء كبير جدا من المنهج او من الامتحان بتاعنا في اخر السنه بيكون قراءه ونصوص. تمام. اذا افهم ان احنا لازم نركز فيه. طب في ميزه في الموضوع، مش عندنا منهج ثابت لمذاكره القراءه والنصوص. يعني مثلا مش مطلوب مننا حفظ بلاغيات ولا حفظ جماليات ولا حفظ مثلا معنى كذا ولا بتاع، محتاجين نحل بس. اذا اول خطوه لنا الفتره ديت واللي انا كنت عملته في الاجازه بتاعه العربي اللي هي الامتحان بتاع اخر السنه، قمت رايح عامل ليا شرط اساسي، كل يوم بحل قطعتين قراءه وقطعتين نص. يعني مثلا انت عندك لحديت الامتحان العربي 9 ايام مثلا اجازه او 8 ايام على حسب انت بتسمعني مثلا في اي يوم. من هنا لحديت يوم امتحان العربي هنحل قطعتين قراءه وقطعتين نص. طب هتقول لي يا عبد الله، طب انا عايز اذاكر مثلا ماده ثانيه في الاول، ذاكر ومفيش اي مشكله، بس شرطين بتوع قطعتين قراءه وقطعتين نص لازم نلتزم بيهم في كل الايام بتاعه العربي. هتقول لي طب مفيش مثلا ترشيح معين لكتاب احل فيه، او انا مثلا مش عندي مثلا مصدر احل فيه قراءه ونصوص؟ هقول لك انا كنت مثلا مش عندي بصراحه، بس انا كنت جايب كتابين في امتحانات شامله، كان كتاب الاضواء وكتاب الامتحان. كتاب الاضواء خدته وبدات احل امتحان شامل مثلا النهارده اهو، اقوم رايح واخد امتحان شامل احل فيه القراءه والنصوص فقط. تمام. عشان ما كنتش لسه رجعت باقي الفروع، وافضل كده شغال كل يوم اخد مثلا قراءه ونصوص، كل يوم اخد قراءه ونصوص. هيفضل النحو والتعبير والحاجات دي كلها، بس هنروح له في الاخر. تمام. او لو انت عندك مصدر مثلا كتاب مراجعه العربي فيه قراءه ونصوص مفيش اي مشكله، بس انا كنت عملت كده في كتاب الاضواء. تمام. وكتاب الامتحان كنت بحل فيه الشوامل كامله، وهنيجي لنقطه الشوامل بعدين. اذا اول حاجه دلوقتي استفدناها، نبدا نحل من هنا لحد اخر يوم في الامتحان بتاعنا او اخر يوم في اجازه الامتحان قطعتين قراءة وقطعتين نص من أي مصدر عندي، سواء كان موجودة PDF، سواء كان موجودة، سواء راح أصور كتاب من صاحبي. ده شرط أساسي لو أنت عاوز بجد تتحسن في القراءة والنصوص. تمام. كده إحنا خلصنا فرعين أساسيين من المادة عندنا، القراءة والنصوص. نعلم على صح. ليه؟ نظمنا السيستم بتاعنا حرفيا، عرفنا نعمل فيها ايه. انت افهم بس، لما تحل الكميه دي كلها خلال الفتره ديت هتلاحظ ان انت حليت فوق ال 15 نص وفوق ال 15 قطعه قراءه، هتكون جمعت ثروه لغويه كبيره وفهمت معاني وقرات كتير جدا، فهتتحسن صدقني بالنظام ده. كده احنا حرفيا خلصنا فرعين، واهم فرعين اصلا من كل الفروع. هنيجي بعدها على الادب والنحو. جدول هننظمه دلوقتي. اول حاجه احنا عندنا في النحو وعندنا في الادب. النحو عندنا 7 وحدات نحو، صح؟ اوعى بس تفكر ان وحده نحو عشان هي سهله ما نذاكرهاش، لا، احنا عايزين نقفل الماده، ده هدفنا. خلي دايما سيستمك وهدفك الفتره ديت اللي احنا نقفل ماده العربيه، مش عايزين نجيب فيها مجموع يا رب انجح يا رب اجيب مثلا اصفى قليل، لا، احنا عايزين نقفلها. كل ما طموحك تكون عاليه، مجهودك ذات نفسه تلقائيا هيزيد. تمام. يبقى احنا عندنا في النحو 7 وحدات نحو. في الادب عندنا تقريبا على حسب ذاكرتي 6 مدارس ادبيه اللي هو في الشعر، وعندنا 3 دروس في النثر. تمام. اذا سيستمي دلوقتي ان انا اخلص الادب والنحو، حرفيا لو خلصتهم انت انتهيت خالص جدا، يعني العربي هيكون خلاص جمعته. طب عبد الله ايه رايك مثلا ننظم لنا كده طريقه او معينه اللي احنا نجمع بها النحو والادب؟ هقول لك بص، نظامنا في الادب والنحو هيكون ماشي بالسيستم او اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. اول حاجه هناخد في اليوم الاولاني، لو احنا نبدا مثلا مراجعه العربي مثلا، هناخد 3 وحدات نحو. الوحده هنقراها بالامثله بكل حاجه عنها، قراءه بسيطه مش هتاخد منك وقت، نحل على 3 اختبارات شامله او 4 اختبارات شامله على الوحده الاولانيه. الوحده الثانيه الثالثه يبقى احنا خلصنا كده 3 وحدات نحو مع 3 مدارس ادبيه. تمام. برضو نحل على مثلا المدرسه الادبيه مثلا كذا مثلا سؤال كده، نفهم بس الاسئله بتيجي ازاي. كده انت معاك حاجه اسمها كتيب المفاهيم، اي حاجه مش فاكرها في الادب هترجع لها في ثانيه.
يبقى كده اليوم الاولاني خدنا 3 وحدات نحو، 3 مدارس ادبيه، واكيد بنحل قراءه ونصوص كتيره في اليوم. تمام. الستيب اللي بعدها اليوم الثاني خدت 3 وحدات نحو مع 3 مدارس ادبيه، يبقى انا كده خلصت الشعر في اللي هو في العربي، اللي هو كده خلصنا يعتبر 90% من الادب في العربي مع 6 وحدات نحو. اليوم الثالث هناخد الوحده السابعه نحو مع حل اختبارات شامله برضو مع كماله الادب كامل. 3 ايام خلصنا النحو والادب مراجعه بالتفاصيل مع حل كتير. حرفيا انت كده خلصت العربي. ليه؟ لان النحو والادب خلص في 3 ايام. اليوم الرابع هنبدا نحل امتحانات شامله كتير جدا 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 جدا. تمام. اليوم الخامس او خلي اليوم الخامس ده اللي هو اليوم الاولاني هنعمل حاجه فيها، او بس احنا اول ده خلصنا فرعين، الادب والنحو والقراءه والنصوص، كده 4 فروع. ناقص لك ايه؟ التعبير والبلاغه. تمام. القصه فيديو بتاع مستر محمد صلاح، ما تقلقش خالص، اسمع الفيديو 4 ساعات او 4 ساعات ونص او 3 ساعات مش فاكر، هو قليل جدا يعني. هتخلص القصه كامله وتحل عليها كمان اسئله في نفس الوقت. الادب قصدي البلاغه فيديو مجمع لك مستر محمد صلاح شرح لك البلاغه كامله في تقريبا في مده قصيره جدا 3 ساعات. برضك انا هنشر لك كل الروابط بتاع الفيديوهات ديت على جروب التليجرام، هنسمع برضك الفيديو البلاغه ونحل عليه. كده البلاغه. اللي عندك التعبير، جزء التعبير في كتاب كيان شرح موجود، ممكن تنزله PDF، ممكن تاخده من صاحبك معاه مثلا كتاب الشرح تصور الجزء دوت. دي في اليوم الرابع او في اليوم الخامس. سيستمي تاني عبد الله. بس لحظه بس. جماعه انتوا ما تعرفوش كميه المعاناه اللي انا بعانيها لما اصور. الجو حر، بطفي المروحه عشان الصوت في الفيديو، بعاني جدا معاناه حر جدا بطريقه فظيعه. تمام. فانساش بقى نضغط لايك كده يعني ايه، علشان انا بتعب والله في الفيديوهات ديت جدا جدا. سيستمنا تاني عبد الله كده، انا مش عارف متحمس ليه. انت حسستوني ان انا بعيش الثانويه العامه تاني على فكره. بصوا سيستمنا تاني عبد الله. اليوم الاولاني خدنا مثلا فيديو بتاع مستر محمد صلاح للعربي بتاع القصه، فيديو بتاع البلاغه اللي هو ساعتين برضو، جمعنا البلاغه مع قراءه جزء التعبير من كتاب كيان. واكيد طبعا اليوم بتاعنا الاساسي نحل نصوص القراءه زي ما قلت لك في الاول. دي اليوم الاولاني. اليوم الثاني خدنا 3 وحدات نحو مع 3 مدارس ادبيه وحلينا على كل واحده منهم مع برضه قراءه ونصوص زي ما احنا قلنا. اليوم الثالث 3 وحدات نحو الباقيين مع 3 مدارس الادبيه الباقيين مع حل عليهم مع حل على نصوص القراءه. اليوم الرابع عملنا ايه؟ خدنا برضو الاخر وحده نحو مع كماله الادب اللي هو تقريبا 3 دروس النثر، هم 3 دروس نثر الاخرانيين يعني. كده 4 ايام خلصنا العرب فيه. اليوم الخامس نبدا نحل امتحانات شامله كتيره جدا 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 على قد ما تقدر. تمام. ده سيستمنا 5 ايام. عبد الله طب وباقي الايام؟ دي ميزه حلوه بقى، عاوز تذاكر ماده ثانيه، عاوز ترجع ماده ثانيه، عاوز تحل امتحانات شامله ماده ثانيه، عندك تراكمات زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات تقدر تخلصها، عاوز تبدا مثلا العربي تعمل له 7 ايام مثلا واليومين الباقيين تحل فيهم مثلا شوامل كمان كتير، براحتك بقى. ده سيستمنا وده نظامنا في العربي. كل فيديوهات الشرح بتاعت التعبير، فيديوهات تجميع التعبير بالبلاغه بالادب بكل حاجه هنشارك على جروب التليجرام. تمام. مع الملخصات اللي هي مثلا ملخص البلاغه مثلا تقريبا في ورقتين على ما اعتقد، هنشارك برضو على جروب التليجرام. اذا يا عبد الله ملخص الكلام 5 ايام للعربي كافيين جدا اللي انا اقدر اجمعه. ايوه. عاوز اخليهم 7 ايام واخلي مثلا يومين اضافيين دول احل شوامل كمان، يبقى عندي 3 ايام شوامل و4 ايام مراجعه، مفيش مشكله. والباقي نبدا نراجع فيه المواد الاساسيه. او لو انت حلو في المواد الاساسيه خد الايام كلها عربي. لو انت مثلا بتفهم خلي مثلا 6 ايام عربي مثلا والباقي كله مراجعه على المواد الاساسيه. اللي انت عاوزه استفاد من اللي انا قلته. عندك مثلا لقيت كلام مثلا انت سمعته مني استفدت منه، خده الجزء دوت طبقه. مش شرط مثلا تاخد كل اللي انا قلته وتطبقه عندك. تمام. كل واحد له نظام، كل واحد له لمسه، كل واحد له طريقه. تمام. كده ما اعتقد جمعت لك كل النقط في العربي. بالنسبه بقى لجو لجنه الامتحان وكل الحاجات دي كلها خلينا ان شاء الله بقى فيديو ليله الامتحان بتاعت العربي. تمام. انا عايز انظم لك دلوقتي الحاجات دي كلها. جروب التليجرام هنشر على كل الحاجات اللي انا قلتها. اتمنى تكون استفدت، اتمنى بجد انك استفدت. تضغط اللايك، اكتب كومنت لو عندك اي سؤال، اكتب رساله على الانستجرام لو انت عندك تسالني اي حاجه. وما تنساش تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان كل فيديو انشره ليله الامتحان يوصل لك ساعتها وما تتاخرش انك توصل له. انا هقفل دلوقتي الفيديو، هشغل مروحه انام عشان انا جاي من الامتحان هلكان حرفيا تعبان. فوالله العظيم عملت الفيديو لان في كميه رسائل كتيره جدا عبد الله. بتمنى ان احنا نشوف فيديو عربي النهارده عشان نفهم سيستمنا، عشان نطمن شويه. نشرته لك، اتمنى تكون استفدت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. عبد الله سلام.